اهلا بيكم. وطرح 2333 قطعة ارض جديدة من الدولة للاستخدام السكني، وده خبر حلو جدا ومن الاخبار اللي انا ذات نفسي كنت منتظرها. ليه يا جماعة؟ لان فعلا الاراضي دي بيكون فيها فرص كبيرة جدا وبيكون فيها اماكن فعلا تستحق حتى اكتر من قيمتها، فبالتالي انت بتخش وبتقدم. طبعا الموضوع موضوع قرعة، فالموضوع فيه حظ شوية، فمعلش ممكن تقدم. انت قدمت قبل كده في الاعلانات اللي قبل كده وما جاتلكش، لا ممكن تقدم تاني. تيجي المره دي واحد يقول لي يا عم انت بتقول كده عشان خاطر ايه الناس تقدم عندك بقى والكلام ده. اقول له لا يا فندم، انا والله الكلام ده حصل معايا انا، وفضلت اقدم في اكتر من 5-6 اعلانات وما اكسبش، ولسه ممكن ربنا موفقني في اخر قرعه. فخلي بالكم، كل اللي انا بقوله لكم ده كلام عن ناتج تجارب شخصيه، ولكن طبعا ناس كتير من اللي هم بيقدموا معانا ربنا بيوفقهم من اول مره. دي بتبقى ايه؟ انت والحظ. فطبعا الاراضي دي فيها اراضي مميزه جدا، ولازم نعرف ان هم بينقسموا للثلاث اقسام بتوعنا المعروفين. متوسط اللي هو المقدم بتاعه 25000 جنيه مقدم الحجز يعني، وعندنا المتميز المقدم الحجز بتاعه 100000 جنيه، الا لو هم نزلوا اسعار جديده بكره في كراسه الشروط. ولكن حتى الان وانا بكلمكم هي دي ايه الاسعار المتاحه. موجودين في الاكثر تميزا برضو ب 350000 جنيه، ودي بتبقى في 18 مدينه، والتقديم فيها هيكون من اول 14 سبتمبر لغايه 13 نوفمبر. وخلي بالكم ده هيكون على موقع مسكن، ودي اراضي مسكن، وده الطرح السادس. كنا شرحنا الطرح الخامس، ده الطرح السادس. طب المدن ايه؟ المدن بقى ملخبطين، متوسط على متميز. عندي 6 اكتوبر، وعندي العبور الجديده، وعندي العاشر من رمضان، وعندي اخميم الجديده، وعندي الصالحيه الجديده، والفاشن الجديده، وعندي الفيوم الجديده، والمنيا الجديده، وعندي بدر، وعندي طيبه الجديده، وقنا الجديده، وناصر الجديده، وغرب اسيوط الجديده، واسوان الجديده، واسيوط الجديده، وعندي السادات، وبرج العرب الجديده، وحدائق اكتوبر، وسوهاج الجديده. كل المدن دي هينزل فيها اراضي بمختلف انواعها. عندي بقى الاراضي دي ممكن تبقى مقسمه لايه؟ عندي مقسمه 1331 قطعه اسكان متوسط، وده رقم كبير بالنسبه للاسكان المتوسط. وصدقوني انا مش كتير بطلع انصح في الحاجات دي، لا، لو انت حابب فرصه فعلا تستثمر وتجرب حظك ب 25000 جنيه، لا، انت اولا ما عليهاش قيود ولا شروط زي ما شقق الاسكان الاجتماعي ما عليهاش نفس القيود، ولكن انت بتخش تجرب حظك. لو ربنا وفقك فيها بيكون طبعا ليك ميزه كبيره جدا، ودي هتكون في 8 مدن. 8 ايه؟ طبعا هنقول المدن ان شاء الله الايام اللي جايه، وتابعونا لان هنقول تفاصيل كتير جدا عن الموضوع ده. لان هو الصراحه انا من الناس اللي بتحب جدا ان انت كل واحد فينا يعمل اللي عليه. انت عليك تعمل وتجرب وتقدم، وربنا ان شاء الله ان ما كانش المره اللي فاتت وفق المره دي يوفق، طب ما كانش المره دي يبقى اللي بعديها، وهكذا الى حين ايه؟ الى حين ربنا يرزقك بقطعه الارض اللي انت نفسك فيها، واللي ممكن تحقق لك حلم كنت تبني عليها، او حتى تبيعها لان انت متاح ان انت تبيعها، مفيش حظر بيع ولا حاجه. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا 1331 اسكان متوسط ب 8 مدن، عندي 828 اسكان متميز ب9 مدن، عندي 174 قطعه اكثر تميزا ب3 مدن. كل دول ومعاهم كمان 112 قطعه لذوي الهمم، ان هم مخصصين من ال 2300 5% بتوع ذوي الهمم اللي هم ايه؟ 112 قطعه. كراسه الشروط هتنزل من يوم 1/9. نركز قوي يا جماعه ونخلي بالنا، لان الفرص ما بتجيش كتير. الفرص اللي احنا متعودين عليها ما بقتش تيجي كتير. كلنا لازم اول لما هتنزل كراسه الشروط هندور على 3 حاجات. اول حاجه فيهم الاماكن الاراضي المتوسطه، واماكن المدن اللي عليها طلب. المدن دي لازم نحط في دماغنا ان احنا لو انت بتدور على فرصه استثماريه حقيقيه، لا، فكر يا فندم وقدم فيها وبالتوفيق، لان الفرصه فعلا ممكن ان شاء الله تبقى فرصه كبيره وتحقق لك حلم من احلامك. اتمنى تقولوا لي اسئلتكم في الموضوع ده، واتمنى اشوف رايكم في الموضوع ده، واتمنى تسيبوا لنا اي حاجه لو حابين تسالوا عليها. فتره مهمه عندنا بيتك في مصر اللي عاملين من الخارج، وادي نزلت اراضي ولسه مكملين في الاعلان الاسكان المتوسط.
اللي هو الاجتماعي اللي سكن كل المصريين 7 اللي هو التكميلي، وان كان حتى اول مره لبعض المدن والمحافظات البعيده، ولكن مكملين في الاعلانات دي كلها. نتمنى طبعا اي حد حابب يستعين بخدماتنا الخاصه بالتقديمات والحاجات دي كلها يبعت لنا في التعليقات ويتواصل معنا على رقم الواتس بتاعنا، وان شاء الله طبعا من ضغط الرسائل ساعات ما بنقدرش نرد على كل الناس، ولكن احنا يعني بنرد على نسبه كبيره جدا منهم، وان شاء الله يا جماعه نقدر ان احنا نوفر لك الخدمه اللي انت نفسك فيها ونوفر لك الحاجه اللي انت عايزها، وبالتوفيق للجميع ونشوفكم على خير، ويا رب يا رب يرزقكم بالارض اللي انت عايزها.